اهلا بيكم. النهارده هنعمل قطايف بطريقه اقتصاديه جدا وسهله وبسيطه. لو اول مره بتعمليها او هتجربيها ان شاء الله هتطلع منك مظبوطه جدا. اول حاجه هنبتدي بالشربات، واللي هو بيكون تقيل بارد. معايا كوبايتين من السكر، حطيت عليهم كوبايتين من الميه. هبتدي بقى اقلبهم لحد بس لما يدوب السكر حاجه بسيطه. هرفعهم على نار عاليه بس يغلي. هنزل عليهم بمعلقه صغيره من عصير الليمون. في الوقت ده هعد بقى 7 دقايق وبعدين هرفعه من على النار. اي شوايب بقى على الوش كده بنشيلها بالراحة بالمعلقة. وده شكله بعد 7 دقايق تقيل ما شاء الله ومظبوط جدا. حطيت عليه نقطة من الفانيليا وهسيبه بقى عشان يبرد. في الوقت ده هجهز عجينة القطايف واللي هي بسيطة قوي. هبتدي احط كوبايتين ونص من المية. وانا هنا بستخدم الاكواب المعيارية، او انتي لو استخدمتي المج العادي بتاع الشاي هيبقى المعيار واحد لكل المكونات. حطيت عليهم معلقتين صغيرين من السكر وعليهم معلقة صغيرة من الخميرة. اهم حاجة تكون معلقة صغيرة ممسوحة كمان. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه بس عشان يدوب السكر وتدوب الخميرة. انا مش محتاجة اي خمر ولا اي حاجة. هنزل دلوقتي بكوبايتين من الدقيق يكون ابيض متعدد الاستخدامات، وعليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هقلب بقى كل الكلام ده كده بالمضرب بتاعي. والزيادة اللي انا عملتها هنا ان انا جبت الهاند بلندر عشان يكون الخليط ناعم وضربت بيه الخليط كله. ممكن تحطيه انتي في خلاط عادي مفيش مشكلة لو مش عندك الهاند بلندر. هصفي بقى الخليط ده كله كده وهعديه من على صفاية عشان يكون ناعم وبالسمك كده. شايفين ما شاء الله اتقل حاجة بسيطة من الكريب واخف من البانكيك. هسيبه بقى في الوقت ده علشان يرتاح لمدة 10 دقايق. انا مش هخمره خالص، 10 دقايق بالظبط. في الوقت ده يكون مسخنة طاسة على نار، واهم حاجة تكون طاسة مش بيلزق فيها الحاجة. وهحط معلقة صغيرة من العجينة بتاعتي. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي. بس انا بستنى عليها لحد لما يختفي العجين بالشكل ده، وابتدي اشوفها من تحت كده ما شاء الله لونها كده ممتاز. هبتدي اطلعها على فوطة مطبخ. شايفين بقى الثقوب بتاعتها جميلة ازاي ومظبوطة، المسام كلها مظبوطة ما شاء الله عاملة ازاي. اهم حاجة ان هي يكون لونها فاتح علشان متغمقش منك في القلي. في الوقت ده بقى انا هغطيها، لازم تغطيها بفوطة عشان تطلع منك طرية. شايفين مظبوطة ازاي، تسوية مظبوطة، وحتى هي طرية وجميلة قوي قوي. شايفين عاملة ازاي طرية جدا مفيش فيها غلطة. صدقوني المكونات ديت حلوة قوي ومظبوطة وهتطلع معاكي من اول مرة. معايا بقى مكسرات او اي حاجة، طبعا الحشو ده دي حاجة اختيارية. انا معايا جوز هند وزبيب وسوداني. هقفل بقى الحشوة بالطريقة دي وان شاء الله نعمل لها حشوات كتير، بس عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم قفلتها بقى وهكمل الكمية كلها بالطريقة دي. وبكده انا كملت الكمية كلها. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي، احلى بكتير من اللي بنجيبها من بره. ما شاء الله بجد الصورة بتتكلم عن نفسها. نبتدي بقى نسخن زيت على النار، على نار وسط. مجرد لما يسخن الزيت هبتدي انزل بالقطايف بتاعتنا بالطريقة دي كده. في الوقت ده بقى هفضل اقلب فيها، مش هستنى ان هي تحمر من تحت. هفضل اقلب فيها كده زي ما انتم شايفين كده. ايدك فيها بقى ما تسيبيهاش، ما تستنيش ان هي تحمر خالص علشان ما تاخدش منك لون زيادة، لان هي بتاخد لون بسرعة قوي. هنكمل بقى الكمية بالطريقة دي. شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي. بعد كده هنصفيها من الزيت كويس قوي. شايفين لونها كده مظبوط، لان هي بتغمق بعد الشربات درجة او درجتين كمان.
هنزل بقى بالشربات على الشربات بتاعنا التقيل، وبعدين هاخده اصفيه برضو في صفايه، وبعدين هبتدي اقدمه بقى زي ما انتوا ايه حابين. انا قدمته بالطريقه دي، شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله، مفيش فيه غلطه حرفيا، جميل جدا جدا. هي دي القطايف اللي بجد. شايفين بقى لما نيجي نفتحها مقرمشه من بره وطريه من جوه، والحشوه بتاعتها عامله ازاي، وقلبها كمان ما شاء الله مظبوط قوي. لو وصلتي لحد هنا بقى، ما تنسيش الاشتراك في القناه واللايك والشير.